بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة كان قمة الإثارة، قمة المتعة، الجولة العاشرة من الدوري الممتاز المصري. النهارده كان في 4 لقاءات في الجولة العاشرة. كان في لقاءين الساعة 4 العصر، كان الاتحاد السكندري بيلاعب الاسماعيلي، وقدر الاتحاد يتغلب على الاسماعيلي بهدف نظيف لشكري نجيب في الدقيقة 30. كان برضو طلائع الجيش بيلاعب فاركو، وكالعادة مباراة سلبية في سلبية، انتهى بالنتيجة 0-0 بين طلائع الجيش وفاركو. وكان سيراميكا كيلوباترا بيلاعب غزل المحلة. سيراميكا كيلوباترا قدر يتغلب على غزل المحلة في الدقيقة 87 بهدف لفخري لقائي. لكن المباراة القمة والمباراة المنتظرة والكل الناس كانت مستنية المباراة دي، مباراة المتصدر والوصيف. بيراميدز المتصدر والوصيف النادي الاهلي. حتى بعد ما انتهت المباراة المتصدر متصدر والوصيف برضه هو الوصيف. مباراة وفت بكل وعودها من الناحية الفنية، من ناحية الأداء، ادتنا حاجات كتير، في لغط كتير في المباراة. مباراة بدأت بضغط للنادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي في بدايه المباراه كان شرس لحد ما جه غلطه الشاطر بألف كابتن رامي ربيعه، هدف في مرماه. الهدف ده قلب الدنيا على النادي الاهلي، على رتم الاهلي. في بدايه المباراه كان الاهلي حاسين باللعيبه داخله متحفزه، الضغط على الخصم منتشره في جميع اجزاء الملعب، بتاخد الكره الثانيه متحكمه في نص الملعب. ده في اول 10 دقائق ربع ساعه في المباراه، لحد ما دخل فينا الجون بتاع رامي ربيعه. الدنيا اتقلبت راسا على عقب معانا، وجت الدقيقه الحاسمه، الدقيقه 41، طرد احمد توفيق. هل طرد احمد توفيق سليم؟ انا شايف النادي الاهلي للمره الثانيه على التوالي بياخد تعادل مش من حقه. المباراه اللي فاتت اتعادلنا مع فاركو بضربه جزاء وهميه لا اساس لها من الصحه. لا، واحمد توفيق ما كانش يستحق الطرد يا جماعه، لان اللاعب مش متعمد يضرب كريم الدبيس، ما كانش فيه تعمد في الضربه، ده ايده اتفردت لوحدها. النادي الاهلي يحسب للنادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي يا جماعه رجع في 3 دقائق. لك ان تتخيل، اي نعم بيراميدز مطرود منه 1 وبيلعب 10، بس برضه ده بيراميدز اعلى سكواد في مصر، اعلى لعيبه في مصر. النادي الاهلي رجع في دقيقتين. النادي الاهلي كان مغلوب 1-0 ودخل الشوط الثاني بهدف. هو ده الاهلي اللي تماسك. وكمان كان النادي الاهلي قادر ياخد المباراه لولا امام عاشور اضاع ركله جزاء واضاع قبلها انفراد. مين المستفيد من تعادل نادي بيراميدز مع الاهلي؟ المستفيد الاول والاخير هو نادي الزمالك اللي هيلاعب نادي الجونه في المتناول. الزمالك لو كسب هيصبح 20 بونت. الزمالك هيلاعب بيراميدز الجمعه اللي بعدها وهو في اسوأ حالاته، في 3 لعيبه بمجرد انتهى ماتش النادي الاهلي تراكم الانذارات مش هتلعب مباراة الزمالك، زي احمد الشناوي حارس المرمى، زي احمد توفيق اللي خد طرد، زي محمد حمدي الانذار الثالث. النهارده شفنا نادي الاهلي حاجه في الملعب، وخصوصا في الشوط الثاني، كولر الشوط الثاني شفنا امام عاشور يا جماعه بصراحه ربنا من كوكب تاني تالت رابع عاشر. بص على امام عاشور، لعيب مختلف، ديناميكيه مختلفه، يمين بيتحرك شمال. النهارده امام عاشور كان لاعب مهاجم. احنا النهارده اكتشفنا كريم الدبيس برضه النهارده. وبمناسبه امام عاشور، امام عاشور يا جماعه من ماتش باتشوكا وهو مستواه ثابت. فاحنا بنناشد الكابتن حسام حسن، نحي العداوه جانبا. امام عاشور هيفرق معاك في كاس الامم الافريقيه، ممكن يكون سبب من الاعمده اللي تجيب لك كاس الامم الافريقيه. احنا النهارده شفنا الصفقتين الجداد، شفنا العش
مستواه مميز، يلعب وينج شمال، يلعب سردباك زيه زي ايمن اشرف بس متطور، هيأدي في مركزين. احنا النهارده شفنا المهاجم السلوفيني كلاشينكوف بتاعنا ده، كلاشينكوف النهارده احرز هدف وتسبب في ضربة جزاء، بس لسه ما نحكمش عليه، لكن لمسات العش كانت باينه. النهارده الاهلي اصبح 20 نقطه، بيراميدز 21 بونت. لو تسال اي اهلاوي او اي مشجع للنادي الاهلي قبل المباراه هيقول لك نتمنى نطلع باقل الخسائر من بيراميدز، لو التعادل هنبوس ايدينا وش وظهر. النادي الاهلي النهارده يعتبر ماتش الرجعه، الرجوع بتاع النادي الاهلي بدأ من النهارده يا جماعه، مع رجوع الاصابات، مع كولر يبطل يفتي ويحط كل واحد في مكانه، يلعب في مكانه، يدي اداؤه. يكفي النهارده الشوط الاول امام عاشور مهاجم، ما احنا عندنا مهاجم لسه جاي، ده عمر مرموش جه مانشستر سيتي السبت لعب الاثنين، ما استناش اللعب. فالمفروض ان في صفقات لسه كمان جايه للنادي الاهلي. النادي الاهلي على المستوى اللي فات النهارده قدم ماتش يحترم، طلعنا باللي احنا عايزينه من المباراه، ما كسبناش لكن ما خسرناش. النادي الاهلي لسه قدامه اسبوع راحه، هيلعب الاحد المقبل مع مودر سبورت، اللعيبه تكون شمت نفسها، الضغط خف على الاداره، الصفقات جت، يبدا في تنسيق، نبدا نشوف الاهلي اللي عايزين نشوفه في كاس العالم للانديه. كله ده اعداد لكاس العالم للانديه. النادي الاهلي النهارده عمل ماتش كويس مش وحش، شفنا اللعيبه فيها الحميه، مفيش راجل اهلاوي النهارده زعلان من النادي الاهلي بصراحه. النادي الاهلي ادى اللي عليه، الدوري للاهلي، لو الاهلي استمر على كده لا يخلي اخضر ولا يابس من تاريخ الماتش ده. الاهلي جاي واللي خايف يروح، والثلاثيات والاربعات والخماسيات هتشوفوها في الايام اللي جايه في النادي الاهلي. شكرا ليكم، سلام عليكم.